الله الرحمن الرحيم. السيد الأمين العام، الإخوة الأخوات، نمشي بسرعة لأن الوقت ضيق وكلام الأمين العام شيق كما تعلمون، ويجب أن لا نعيق. أولا الملاحظة الأولى، هذه القافلة بدأت سنة 2005، ولا بد أن نذكر بأن رئيس الفريق الذي كان آنذاك هو الأستاذ عبد الله بهال، حاضر معنا هنا. هذه أول ملاحظة. والفكرة حبيب الشوباني. طيب يا سيدي. ثانيا لا بد أن نوضح أن تنظيم هذه القافلة عادة يرجع فيه الفضل من حيث الجهد والمتابعة إلى رئيس الفريق. كل رؤساء الفرق السابقون وهم مشرفون فعليين على القوافل. المنسق الوطني له دور في العمل التقني، وبالتالي لا بد أن نحيي كذلك في هذه المناسبة رئيس الفريق الأستاذ عبد الله بواني. اسمحوا لي أن أحيي كل أعضاء الفريق واحدا نظرا للمجهود الذي يقومون به، ولكن اللي تيوقع شنو هو سي الإله؟ واحدا. اشنو تيوقع؟ اللي تيوقع أنه عمل جبار تيقوم به هاد النواب البرلمانيين، ولكن بعض المرات لا يصل إلى المواطنين. طبعا هناك موقع إلكتروني، هناك عمل إعلامي جيد، هناك الإخوان معنا كنحييهم في قسم الإعلام والتواصل في الفريق، ولكن التواصل المباشر مع المواطنين تيكون ضروري. لهذا جاءت القافلة عندها جوج أهداف هذا التواصل. أولا الاستماع، ثانيا التوضيح والبيان. الاستماع نقصد به الاستماع إلى نبض الشارع، خصنا نسمعوا المواطنين مباشرة واش تيقولوا، نسمعوا الهموم ديالهم، الأمل ديالهم، الآلام ديالهم، الاقتراحات ديالهم، نشوفوا مباشرة واش فعلا شعبية الحزب تقاست ولا لا، نشوفوا مباشرة واش هذه الحكومة مازال كيصفقوا لها ولا لا، نشوفوا واش ما يقوله المعارضون وعلى رأسهم من تعلمون صحيح أم لا. إذا يجب أن نستمع. والهدف الثاني هو التوضيح. أنا اسمح لي السيد الأمين العام، أنا كتبان لي إنجازات كبيرة ولكنها لا تصل. حتى أنا سأتقمص شخصية واحد الحرفي كما فعل واحد الوزير سابق محترم ينتمي إلى فريق المعارضة اللي سمى راسه واحد الحرفي، واحد الطريقة جميلة في الإخراج، وتحدث عن المعاناة اللي كيعاني السكان. أنا تنقول بشكل آخر، أنا كذلك حرفي، واستيقظت ذات الصباح وديت الابن ديالي للمدرسة، لقيت أنه استفاد من البرنامج مليون محفظة، واستفاد من برنامج تيسير اللي ماشي حنا جبناه، ولكن وجدنا ليه واحد الحاجة كتسمى صندوق التماسك الاجتماعي. التماسك الاجتماعي بوحدو خصو قافلة، التماسك الاجتماعي بوحدو يكفي في الحصيلة. الصندوق والمجهود اللي دار على مستوى باش تكون فيه الفلوس بوحدو يكفي. ولكن كذلك عندي ولد اخر اللي هو كبير في الجامعه، قال لي الوالد راه وصلتني المنحه حتى انا، لان وقع التوسيع ديال المنح، ماشي فقط التوسيع، رغم الازمه وقعت الزياده للطلبه اول مره من بعد سنين، والفضل يرجع بطبيعه الحال لهذه الحكومه. انا كذلك مشيت السي امين العام رئيس الحكومه قالوا لي وزن البوطات، قلت له انت، لان كاين واحد السيد قال لنا وزنوا البوطات، ما بان لي فيها حتى شي تغيير. واش ولا الانسان اللي بغى يقول شي حاجه يقولها؟ البوطه ما تقاش. الاثمنه ديال المعيشه، جميع الخضر بوحده مشيت انا كنشوف كنراقب واش ديك الزيادات اثرت. ايوا لحد الساعه لم تؤثر كثيرا، نتمنى انها ما تبقاش في المستقبل. بقيت كنبحث، لاحظت ان هناك مجهودات كتقام، ولكن التواصل مع المواطنين ربما فيه خلل. النهار الاول سمعنا ان عندكم وزيره واحده وتقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن ملي ولاو 6 منهم كلهم سكتوا. بغينا شويه اتفاق على 6 الوزيرات الاخوان، بغينا نشعروا باننا نتقدم في خطوات ايجابيه، وهناك امور طبعا تحتاج الى معالجات، خصنا نتواصلوا مع المواطنين. ولكن اللي بغيت نبشركم جميعا، التواصل راه ماشي عاد غيكون في هذه القافله. كل نائب برلماني عنده واحد الحاجه كتسمى مكتب التواصل، كنتلاقاو مع الناس، حنا كنتواصلوا مباشره، واخا احدى القنوات مره كتهضر علينا مره كتميك علينا، وهي قناه كتعرفوها جميعا. حنا كنتواصلوا مباشره، والقافله ما هي الا تتويج، القافله تتويج لعمل التواصلي. السيد الامين العام، اخوه اعضاء الامانه العامه، على بركه الله نفتتح هذه القافله في دورتها السابعه، اختار لها شعار الاصلاح اراده ومسؤوليه مسؤوليه جماعيه. علاش؟ لانه الاراده السياسيه متوفره في الحكومه، ولكن كذلك خصنا من غير الاراده السياسيه
خصنا تكون مسؤوليه جماعيه. لماذا؟ لانها مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه البرلمان ومسؤوليه المنتخبين ومسؤوليتكم انتم حتى نحقق ما نصبوا اليه من الاصلاح في ظل هذا الوطن العزيز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.